والله الأعزاء، هاي الخشب اللي عندنا موجود. هذا الخشب طبعا هذا عندنا من العام، ضال باقي عندي فباقي فوق السطح. أنا سابقة بتسوي قفص بس بعدين ما كملت العفو. فاليوم راح أعيد تدويره، راح أطقه بالصنفرة لأن صاير شلون عليه تراب وعليه وساخة. فتابعونا اخوان بالطريقة هاي. ولا مالي غزل النقال بيدي اخوان. اطلع من التراب اصفيه بس راح ارجع لكم هسه. شوفوا لونه شلون صار، بس راح اوريكم لونه ان شاء الله على الجديد. اعزائي المتابعين، وهاي هسه يعني سلفرنا الخشب. طبعا هذا صار شوف حلوات نضاف، وبعد هم راح جزء بخن او نخليه على هذا. شنو فائدة الصنفرة؟ طبعا تصفية الخشب، وخاف بيه مثلا ارضه او شي هم نصفيه والخشبة تطلع عدله وحلوة. قفص راح نسوي العفو. الارتفاع ماله الارتفاع 1.5 متر، والعرض ماله 90 والطول متر و10 او متر 15 ما ادري هسه. شوف نسيت القياس. شوفوها وتابعونا اخوان. تابعونا بس راح نقص الارضية. حطونا لايك ان شاء الله. حطونا لايك ان شاء الله. اعزائي المتابعين، سويت لكم هذا القفص للتصحيح يعني. فهذا القفص يعني ذكرت لكم انا قد طوله وقد ارتفاعه وخذ الطريقة هاي الارضية مالته. هذا الباب ماله منه راح يصير. هذا هنا طبعا هنا طابق، سويته طابقين. طابق هذا هنا راح تجي البيوت هنا عليه، هذا يصير عليه بيوت. هذا الطابق الثاني راح يصير عليه بيوت ايضا. وهذا فوق الطابق الثاني او الثالث هم راح يصير عليه بيوت. وهاي السقفية نفس الخشب البلايات. فراح اضيف له هذا مال السقوف، هذا مال المكاتب راح اضيف المن للظهر. وراح نبغى نطقه بالسيم المقلون هذا الاخضر. وان شاء الله ينال اعجابكم. ما راح اسوي مجر وما ادري لا يدخل بيه احد يعني. الاولاد انا ما اقدر ادخل بيه، الاولاد شويه صغار يقدر يدخل بيه حتى اذا نشوف البيض ونشوف هذا الامور. وانا طبعا اشتريت من العصافير، حضرت النفل قبل الولد. كان مسوي كمان عن قريبي البارح اشتريت منهم على اساس اكمل اليوم ما لحقت. شكو هلا بو سوينا. حطونا لايك واشتراك ولكتر المشترك. يا سوي قفص. انا وابوي يلا كافي. هاي دليل يلا ننزل. باكر راح لازم ثاني شوي. راح نكمل سنين ان شاء الله. لا عليكم اعزائي المتابعين، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ ان شاء الله بخير. اعزائي المتابعين، سوينا لكم قفص. طبعا حكينا به تفاصيل. هذا قفص اعادة تدوير. يعني شنو اعادة تدوير؟ يعني عندنا خشب قديم، عندنا سيم قديم، عندنا هواي امور قديمة خليناها في هذا القفص. اعزائي المتابعين، قفص كلش حلو قوي تزقام، وحتى خلينا له شروخ تايرات جوا 4 شروخ، بحيث من ما تدخليه خلي ادوات تكون عندك موجودة حتى ما تضوج. اعزائي المتابعين، سويت طابقين او 3 طوابق، 1 2 3 طوابق سويته. هذا طابق عرضي، والطابق هذا بالنص، والطابق ذاك بالفوق. راح ندلنا على الكاميرا. بعد الطابق الثاني تقدر تفر بيوت منه، تفر بيوت تجي هنا بيوت هنا، هناك لا، فوق بس بالطول البيوت بس بالهذا بالطول، بالعرض ما خليت حتى يصير عنده مساحة الطير يقدر يطير يجي ياخذ راحته. واذا كثر هذا الباب يقدر يدخل من عنده. انا اقدر ادخل بيه بس انا ما ادخل بيه. يدخل بيه احمد ابني او شوف احد من الاولاد. هاي الشروخ مالته، شروخ هذا سعره 1 ألف دينار، 1000 وربع عندي قديمات شديتني له. هاي الشروخ. هذا هنا الباب فصلت له. هنا عندك خليت له بيه سرقي وقفل.
هذا قفل، هذا شرقي مالي. هذا من هنا الباب مالته. أعزائي المتابعين تفتح منها هذا الباب كله، شوفوا هذا يقدر يطبيه أكبر واحد، الأولاد يقدر يدخل بيه. هي اسمها بلاك وود، بلاك وود يعني شنو؟ خشب أسود. هاي عندنا قطعة قديمة خليناها الأرضية وثبتناها، بعد راد له شوية تثبيت، راد له خشبة من النص، منها بعد نسوي له خشبة من النص حتى يقوى، بعد يصير أقوى. خاف واحد يصعد عليه بقوة يصير. راح نجي نصور لكم هذا الظهر. طبعا كلكم جاي تباعونه. الظهر هذا جبناه عندي زاد مال سقوف ثانوية، مال تغليف جداري، تغليف جداري خليته إلى هذا تغليف جداري مال مكاتب مال صالات، سويته بس كلش حلو. لونه هذا كلش رصاصي يخبل. وهاي طبعا الطوابق الفوق، الطوابق الفوق عندنا ذاك طابق الفوق اللي عليه مسته، هذا الطابق شوفوا أعزائي المتابعين. وهذا الطابق الثاني، وهذا الطابق الأخير. قفص كل شي ما بيه يعني، سويناه حلو مرتب. بس بعد شنو راد له؟ راد له إضاءة نخلي فوق فوق هناك. طبعا هاي الفوق هم نفس الشكل، هم بلاك وود، بلاك وود خشب. هذا الفوق خليناها طالعة شوية عن القفص على مود المطر أو شي. وبعد راد له بس شنو؟ بس قلوب هناك نخلي له. وبعد بيوت هسه راح نسوي له بيوت، راح نجيبهن هسه ندخلهن راح ندخلهن العصافير انا اشتريت العصافير صار عندي 3 أيام، راح ندخلهن بيه. بس خلنا اراويكم شوي جولة على القفص. وهذن الحلوات شوفوا الهدنة. جبناهن من السوق. ايه جبناها بالسوق. اشتريناهن 3 نثاية و3 كورة. ايه يوم سويناها بيت. سويناهن بيت. ايه سويناها بيت تياكلن. واخذ الشكاكل. شوفوها، شوفوها شلون حلوين، شلون كتكوتين. هاي العصافير. ايه شو هاي العصافير، شوفوها. طيور الحب، طيور البادزي. ايه ما شو يسمونها كتكوتين. هاي نثية وعلها. وهاي شو اسمها؟ هيك نثية جاي تاكل. يبا هاي شو اسمها؟ هذا فحل واقف يمها. يبا شو اسمهم؟ ها؟ اسمها هاي نثية وفحل أصفر وأزرق. ايه اصفر وازرق. شوفوا زغاك هداك، بس عن هداك ما يبين. هنا طلعنا فتحنا الباب الهن وحطيناهم داخل بطن القفص. هاي فتحنا الباب. شوف اول واحد جاي يطلع. واحد جاي يطلع. ذاك واحد ازرق راح يطلع. اول واحد ازرق راح يطلع. واقف به الباب. هاي زلمة ايش الفرحانات ضاع. تونسات على مكان كبير. جنبي وجنبي راحت. كانت تونسات ضاع. قفص كبير حلو ياخذ راحتنا فيه. ايه يوم فرحانين. محمد وآل محمد. تنطير أخذ راحتين. قفص كبير نطلعها منه. تشوفوهم يوم فرحانين. هسه تشوفوهم سويناها بيت. شو حلوة. كتكوتين. كتكوتين. أعزائي المتابعين، وهذا معلف الهن، معلف مرتب. هذا تخلي بيه أنا مثلا دخن، هذا تخلي الماء بس بطاسة، أو تخلي بيها خضرة أو تخلي بيها شي فاكهة تنطيها كل من مالته واحد. راح أدخله جوا خليه بطن القفص. هذا المعلف خليناه جوا.
طبعا ما ذرقن عليه ليش؟ لان هاي جوا واحدة، هاي ما الطابق الاول يقبل عليها اللي هو يصير جوا مباشرة، بحيث ما يروح مطر، يعني عفوا ما يروح ضروب او ماي، يعني ينزل ياكل على راحته بدون ما يضرق عليه. قطع الزر وداخل الدخن مالهم، وهذا الماي الجوامع جوا هاي لازم نخصه وسطين. يلا تعال نزل، يلا تعال نزل نزل نزل، نسوي كنا وجبة حلوة، راح اسوي كنا فيو بتبيضن بيها اليوم مكملين ان شاء الله. هذا البير المثلث راح اخليه الهن